ونشاهد آثاره بحدودنا الجنوبية في منطقة الساحل الإفريقي. كيف يمكن قراءة هذا التحرك في ظل هذا التنافس؟ لا، هذا التحرك وهذه المقاربة ليست بعيدة عن الإكراهات والضغوطات الخارجية وحتى المخططات. يعني الكل يدرك ما هي خطة ونية الجزائر، نيجيريا، جنوب افريقيا. هذا المحور يريد ان لهذه القاره ان تبتعد عن هذه الاكراهات وهذه التدخلات الاجنبيه. اكيد لن يكون الطريق مفروش بالورود، سيكون فيه عراقيل، سيكون فيه تدخلات، سيكون فيه مضايقات. دوله المخزن المغرب اليوم يلعب هذا الدور الوظيفي في هذه المنطقه حتى يعطل اي تجربه تكامليه تعاونيه تشاركيه. المغرب للاسف الشديد هو الان يلعب دور معطل لاي تجربه في المنطقه، ومع هذا هنالك اراده سياسيه على مستوى هذه الدول وتقودها الجزائر باننا يجب ان نمضي بهذه المقاربه على التطبيق على ارض الواقع. اليوم في رهان اخر طارق اذا تسمح لي، وهو انه ندعو الى اصلاح الامم المتحده وبالتحديد مجلس الامن. عضويه دوله افريقيه داخل مجلس الامن تكون تتمتع بحق الفيتو. هذه خطوه ستكون خطوه عملاقه نحو التغيير الافريقي. لو استطاعت الدول الافريقيه بان تضغط على المنظمه الدولي بقبول دوله افريقيه جديده داخل مجلس الامن وتحظى بكل حقوق الدول الخمسه الاخرى، سيكون منعرج كبير في تاريخ القاره الافريقيه. علاقات متينه، وتحدث على الظرف وعدم تضييع الوقت. بدايه كيف تقرؤون اولا عوده السفير الفرنسي الى الجزائر؟ عوده السفير الفرنسي الى الجزائر السيد ستيفان روماتي هو مؤشر على أن استئناف الحوار كما أشار، ضرورة تكاثف الجهود لبعث العلاقات الثنائية الجزائرية الفرنسية نحو توجه أفضل، نحو مستقبل أحسن، في احترام متبادل، في ندية. لأن لابد أن نرجع قليلا إلى الوراء. أسباب ربما أو القطرة التي أفاضت الكأس هي تصريحاته شخصيا حينما منح الحق للمغرب في الصحراء الغربية التي كان ملفها في تسوية في فرنسا حاولت تناور في هذا الموضوع كثيرا وضغطت به على الجزائر بتصريح غير مسؤول من طرف الرئيس الفرنسي، وهو عضو في مجلس بلده، عضو في مجلس الأمن ويدوس على قرارات مجلس الأمن. يعني لما نرجع إلى بعض المعطيات التي أججت هذا الصراع، وزير داخليته آنذاك رطايو يعني تمادى إلى حد بعيد أين نصب نفسه وزير الخارجية. للأسف الشديد هؤلاء الذين باعوا ضمائرهم للمخزن بثمن بخس، رمت بهم الجزائر جغرافيا، رمت بهم أيضا، ولعنة الجزائر ستلاحق هؤلاء بلا شك. الجزائريون في مسألة الأعراض ومسألة الشرف بالنسبة لهم خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها إطلاقا. يعني عبد القادر بالريش أجدد الترحيب بك. مسألة سقوط البعض في هذا المستوى هل يظهر مستواهم دكتور عبد القادر أمام الشعب وأمام الجزائريين؟ دكتور عبد القادر. والله أنا في تقديري هذا الأمر يعني هؤلاء لا يستهلون أن نخصص لهم هذا الوقت الثمين في وسائل الإعلام، ولكننا نقول بأن الدناءة إذا صدرت من باعوا يعني ضمائرهم وباعوا تاريخهم وارتهنوا إلى وأصبحت الخساسة والخيانة هي صفتهم، فهذا الأمر لا يستغرب أن يصدر منهم أفظع وأبشع مما نتصور، لأنهم أصلا الدناءة صفتهم. ودعني أقول بأن لو كانت فيهم صفة يعني في جيناتهم الجزائرية، الجزائري مهما كان يتخاصم ومهما كانت وصوله الخصومة لا يسقط أنه يعني يتهم من الخساسة ومن الدناءة ومن الخيانة لا يمكن تصوره إلا من هؤلاء الذين باعوا ضمائرهم وأصبحوا مرتزقة في يد أنظمة وفي يد يعني من أجل ضرب الجزائر. وهيهات أن ينالوا من الجزائر بتلاحم شعبها وتلاحم مؤسساتها وتلاحم ووعي يعني الجزائريين. وشاهدنا هؤلاء أنفسهم يتماهون أمام الرواية المخزنية بشكل كبير. دكتور نبيل، المعارضة لا أحد ينكرها،
ولا أحد يعارض المعارضة. يعني أصلا المعارضة هي عين أخرى للسلطة. الممارسة السياسية شيء طبيعي عادية جدا ومضمونة ومصون، ولكن هل المعارضة بإمكانها أن تسقط إلى هذا المستوى إذا ما افترضنا أن هؤلاء معارضين؟ لأن هؤلاء ليسوا معارضين، وربما لم تعد تربيتهم أصلا علاقة بالجزائر دكتور، لأن المعارضة ليست بهذا الشكل دكتور نبيه. سبحان الله. من الغريب أنهم يجدون أنهم يتجردون من صفة الجزائر الحر. صحيح. ويحترمون ما يسمى كما أشار الأستاذ شرف الخصومة. ويعني هذا هو الإطار الذي يجب أن نضعهم فيه. بوعلم صنصال بالأمس كان لهم مثال، ولكن لا يعتبرون. نعم. بوعلم صنصال ليس لديه أرض الآن تأويه يعني. ولا شعبا يحميه. اسمحني فقط، يبحثوا فقط عن واحد النقاط اللي تافهة هامشية، شوف يجيبها المشكل مش حتى هو اللي يستفاد منها، يروح يمدها للناس يستفادوا منها في بلدان من ومن. فبالتالي من الأحسن تماما احنا نتجاوزوهم. الماضي في جزائر جديدة، علاقات جديدة، وبالتالي نحن في مقاربات جديدة. رفيق بوهلال حتى في العلاقة مع الإمارات كان ذلك في مقاربات جديدة يا سي جمال. على من؟ هل الامارات غيرت موقفها من ملف الصحراء الغربيه مثلا؟ لا. هل فرنسا غيرت موقفها؟ اسبانيا، المانيا ناخذ هذا الملف مثلا، خسرنا ودخلنا في صراع مع كل الدول في نظره استراتيجيه جديده حسب الجزائر الجديده. خسرنا كل البلدان اللي كنا نتعاملوا معها على المستوى الدبلوماسي، على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي خاصه، لانه هذه التصرفات الاماراتيين غدا سوف يسحبون استثماراتهم. وكيف سوف يكون الحل للتفكير؟ الاستثمار الخارجي المباشر في 2025 يمثل 1.4 مليار دولار فقط. كارثة بكل المستويات. ويقول لك جزائر جديدة. هذه هي سي جمال ليست جزائر جديدة، لكن جزائر قديمة يعني بمستوى منحط اكثر من كنا عليه، الى درجه ان الشعب الجزائري وبعض المراهدين ولاو يترحموا على وقت بوتفليقه. على هذا المستوى انه رئيس الجمهوريه لا ما عندوش ثقافه الارقام، ما عندوش يعني مع العلم انه هذه التسجيلات وهذه اللقاءات الصحفيه مسجله ليست على المباشر، يستطيع انهم يقطعوا منها، انهم يقولوا له يا سيد الرئيس راك غلط، ماشي هذا الكلام لازم تسكت، الا وانه رايحين في اسلوب تعامل دولي. والله العظيم غير هذا شيء مؤسف كبير جدا اللي وصلنا نشوفه اليوم. الان في جزائر هذا الكلام اللي يتكلم فيه هذا السيد وكل الناس اللي جابوهم في القنوات يحكيوا كلامكم لا يخدم سمعة المؤسسة العسكرية ولا سمعة الجيش نتاعنا ولا سمعة قائد أركان الجيش ولا سمعة الرئيس. حتى عبارة أنه رسائل أنا جاي مرحلة هكذا ما تروحليش الفكرة. الكلام في أصل في حد ذاته هو لا يخدم لا سمعة البلاد ولا سمعة الجيش. الحديث عن الجيش وتدخله في الثلج وتدخله في الآخر يا أخي كل جيوش العالم